عزيزتي أعزائي، السلام عليكم. اليوم معنا ضيفة جميلة جدا أبهرت كل المشاهدي داخل وخارج المغرب في مسلسل كاين ظروف، وهي الممثلة الجميلة الشابة وصال بيريز. من فضلكم فضلا وليس أمرا، قبل ما نتعرفوا على الممثلة ديالنا الشابة الصاعدة وصال بيريز، المرجو ألا تبخلوا علي وتدعمونني بالتعليق والاشتراك واللايك كي أستمر في هذا المجال. كما تعرفون القناة صغيرة، وكانت في بدايتها كانت قناة الطبخ، ولكن ما تمشاش وبغيت حولت لها النشاط هذا. كنتمنى ما تبخلوش عليا وتساعدوني. الآن مع وصال بيريز، هي مغربية الجنسية، تبلغ من العمر 27 سنة، تعيش ما بين المغرب وفرنسا. من بعد الباك خدات الماستر في المانجمنت، ولكن سرعان ما حنت إلى الموهبة ديالها اللي تربت فيها من الصغر، وهي موهبة التمثيل. فدخلت إلى المغرب ويعني تقدمت كباقي الفتيات وباقي الشبان الكاستينغ وتقبلت، لأن كيف كيقولوا ملي كتكون الموهبة حاضرة بقوة كل شيء كيمكن يكون، فقط خصها تسقل بالعمل. وتقبلت، وكانت يعني الدور الأول أو المسلسل أو العمل الأول اللي شاركت فيه هو مسلسل كلها وطريقه، كان سنة 2021. ومن بعد وتألقت بزاف هذا المسلسل، ومن بعد جاء مسلسل بيا ولا بيك سنة 2022، وسنة 2023 وهو رمضان هذه السنة تألقت بزاف في المسلسل كاين ظروف، خصوصا وهي لعبت دور فتاة اللي تغتصبت ويعني والمجتمع ما كيرحمهاش، واليد كي كيقولوا اليد العين بصيرة واليد قصيرة ما عندهاش. يعني جسدت الدور الفتاة المغتصبة اللي هي كتنتمي لعائلة فقيرة وما فحلهاش وما قداش تدافع على راسها، يعني هي تجسدت داك الدور، وعلى حسب ما قالت ان داك الدور اثر فيها كثير وبهرت به المشاهدين كثير. كنتمنوا لها النجاح. كما شاركت ايضا في الجزء الخامس لمسلسل سلامات ابو البنات، كذلك تألقت فيه. بالنسبه لحياتها الشخصيه، هي متزوجه، عندها طفل، والآن تعيش كما سبقت الإشارة بين فرنسا والمغرب، يعني فرنسا مقر سكنها والمغرب مقر العمل ديالها. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقها في العمل ديالها وتستمر وتمتعنا أكثر وأكثر إن شاء الله. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إذا عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايكات والتشجيعات، وشكرا لكم. مع موضوع آخر إن شاء الله.